الزمالك عشان يتوفون على جميع فرق الدوري ويوجه رسالة للجميع: أنا هنا. وصفقات الأبيض المظلومة إعلاميا بدأت تتألق والعروض بدأت تنهال عليه. اعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويلا نبدأ. الزمالك السنة دي بدأ الدوري مكشر عن أنيابه. بدأ المباريات وبسيراميكا كليوباترا قدر يكسب 2-0، بعدها لعب مع المقاولين وتعادل سلبي 0-0، وبعديها لعب مع فيوتشر وقدر يكسب المباراة 2-1، وأخيرا وليس آخرا بيكسب فاركو 1-0. الزمالك عمل مباراة قدام فاركو كاملة الأركان، يعني بان فيها اللعب الجماعي وبان فيها اللعب الفردي وبان فيها الفينشر السليم للاعبي الزمالك. تعالوا بقى نتكلم على مباراة فاركو. في مباراة فاركو الزمالك أثبت فعليا إن هو نادي يتخاف منه السنة دي جدا، رغم إن هو ما عملش صفقات كتير زي النادي الأهلي وبيراميدز، لكن السنة دي فعليا الزمالك يتخاف منه. في الملعب أنا شفت تألق كبير جدا لعدد من اللعيبة، منهم عبد الله السعيد وعدي دباغ والفينا واخيرا شيكو بنزا. شيكو بنزا من اللعيبه اللي عندها ثقه كبيره جدا في نفسها، كان بياخد كور كتير جدا ويقدر يخترق بيها، فما كان ما عندوش حته الخوف، خلاص تأقلم مع اللعيبه وتأقلم مع الجمهور وتأقلم مع الدنيا مع الدوري عامه، فلاعب عنده ثقه في نفسه. وطبعا مش هتكلم كتير عن اخوان الفينا لانه هو فعليا لاعب عنده ثقه كبيره جدا جدا في نفسه، والكره تحتيه بتحسسك فعليا ان هو برازيلي، يعني مهاري جدا، واحد لواحد استاذ فيها، ما حدش لحد النهارده تقريبا في الدوري المصري بيعمل واحد لواحد زي ما بيعملها اخوان الفينا. عبد الله السعيد وكور الثابته وعرضياته فعليا كانت اكتر تهديد على فاركو في المباراه دي. عبد الله السعيد حتى لو مش بيجري كتير او مش بيعمل تغطيات كتير لكنه خطير جدا في لمساته اللي ممكن يطلع بيها لعيبه كتيره جدا من وهو واقف مكانه. عدي الدباغ لاعب متحرك خفيف، بيقتنص اي غلطه من اي مدافع في اي وقت وتبص تلاقيه عمل غلطه وخلاص هو اللي جاب لك الهدف او هو اللي تسبب في الهدف، زي الهدف اللي قدام فاركو. وطبعا خطأ من محمد حسين مدافع نادي فاركو، يستغلها عدي الدباوي ويشوطها في المرمى يطلعها المدافع، يكون شيكو موجود ويسجل الهدف الاول والاخير لنادي الزمالك اللي يكسبه الثلاث نقط. فنيات المباراه مليانه فنيات. الزمالك السنة دي غير أي فريق. في ناس كتير جدا كانت ضمن توقعاتها إن بيراميدز والنادي الأهلي 1 و2 والزمالك 3 أو 4 كمان، لكن بالمباراة اللي فاتت دي أنا شفت فعليا إن الزمالك هيكون منافس ومنافس قوي جدا ويتخاف منه. فعليا أنا شايف تغير كبير جدا جدا في أداء نادي الزمالك السنة دي. مبسوط لهم جدا اقسم بالله بعد المباراه. انا مش هاممني ان فكره 1-0 او 2-0 او 5-0، على قد ما هاممني ان الفرقه بتلعب كوره، بتأدي كوره وماسكه كوره. انت عندك استحواذ من نادي الزمالك في مباراه فاركو كان 73%، فاهمني؟ بالاضافه الى التسديدات كانت 21 تسديد على المرمى مباشر. فانت الزمالك بقى عنده حلول، عنده لعيبه بتخلق فرص كتيره جدا، عنده الفينا بيعرف يطلع لك فرصه من لا شيء. فالزمالك السنة دي فعليا يتخاف منه. وأكيد الزمالك بالمباراة اللي فاتت دي بيوجه رسالة لكل فرق الدوري وخاصة الغريم التقليدي، يقول له إحنا موجودين وإحنا اللي بمن حضر. مش عايز أدخل النادي الأهلي في الكلام، لكن فعليا نادي الزمالك بالمباريات اللي فاتت دي أثبت لي إن الصفقات مش بكم المبلغ اللي بيدفع فيها على قد ما تكون الكواليتي بتاعها عالي. يعني لو هنعمل مقارنة بسيطة بين لاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي الزمالك في الكواليتي وفي القيمة التسويقية، هتلاقي النادي الأهلي فارق كتير جدا، لكن على أرض الملعب أنا نفسي بالباور والحماسة اللي عند لاعبي نادي الزمالك دي دلوقتي تقابل النادي الأهلي دلوقتي، وفعليا هتشوفوا مباراة من مباراة أوروبية فعليا، من باور ولاعيبة نادي الزمالك والطاقة اللي عندهم دلوقتي، وفي نفس الوقت الروح القتالية والمنافسة اللي عند النادي الأهلي. فالتوفيق للجميع إن شاء الله، ويفضل نادي الزمالك مكمل على هذا الأداء ويفضل متصدر الدوري، والنادي الأهلي يفوق شوية ويلقى نفسه ويبدأ يلعب لحد ما يوصل برضو لمراكز المنافسة. وبيراميدز برضو متعثر جدا جدا بعد الهزيمة اللي أخدها المباراة اللي فاتت. فيا ريت يا ريت الروح القتالية والمنافسة تعلى بين اللعيبة في الملعب، وبلاش الجمهور اللي بيخبط في بعضيه بره الملعب، عشان الدوري يمشي كويس. فيا ريت يفضل الجماهير كلها تنافس بعضها في الملعب،
بلاش البوستات وبلاش التخبيط في اللعيبة على السوشيال ميديا، عشان نشوف دوري السنة دي نضيف من الإشاعات ومن اللعيبة اللي عندها أو الجمهور، بعض الجمهور اللي عندهم مرض وهوس الشهرة. بس كده، ده كان اللي عندي النهاردة. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة، وقبل ما تمشي اعمل لايك لأخوك. سلام.